القضية تاعي هي قضية قديمة، ديما قدم الحراك ويعني ايامات الاولين قبل ما يكون رئيس الجمهوريه، قبل ما نديروا انتخابات، كي كنا في مرحله الفراغ ومرحله الانتقاليه، كاية هذه في هذاك الوقت الحراك يعني. شفت انا البلاد اني قاعد نتبع منا ومنا، كنت نشوف جهه واحده عدوه للوطن راهي تتحرك، كنت ما نعرفش، كنت نشوف جهه واحده اللي هي العنصريين المتطرفين الذين يدعون القبليه بلي هما قبائل، يدعون ما مش قبائل، حاشا القبائل، وانا قبائلي ديما نقول لكم بلي انا قبائلي، بابا مبني وارتيدان ويما من عزازقه، وافتخر بجزائريتي. جو سوي الجيريان، جو سوي الجيريان، انا جزائري مسلم. يدعون القبليه يحرضوا في القبائل ضد العرب وضد كذا وضد كذا. انا شفت هذه الحكايه هذه ما عجبتنيش. قلت باللي دوك ندافع على العرب، هذو العرب لازم ندافع عليهم، وخاوتي انا عربي قبائلي، انا كلش نفهم، وانا جزائري قلت لكم. انا اللي نظلم انا غدوه تدناول بني مزاب نولي مزابي، تدناول توارق نولي ترقي، تدناول اي واحد نولي هو. دناول العرب هذاك الوقت يعني ظلم. روح لليمن، روح لكذا، واحد الهضرات زايدين كانوا يتهضروا ما عجبونيش. حوست مليح، صبت باللي راس الفتنه كانت حركه الماك. هذه حركه الماك هذه اللي يقودها المدعو فرحات الله لا يهنيه ان شاء الله، فرحات مهني انفصالي، اعترف باللي هو صهيوني، حب يدير انفصال، وان بليس دو صح حب يرفد سلاح في البلاد. يعني سمعتوا نهار الماك صابوا عندهم سلاح ودعاهم الى حمل السلاح وديروا ميليشيات وديروا كذا. انا تما قلت هذا نعطيه للراس ديريكت، انا نعطيه للراس. قال لك الحيه الا حبيت تقتلها اضربها لراسها ماشي زعكتها، انا ما نقدرش نضرب الزعكه. انا اتصالات شخصيه مع ناس خدايا، جابوا لي الدوسي تاعو، عطوني الدوسي، حفروا لي مليح، قلت لهم حفروا لي مليح هذا البنادم هذا. حفرنا مليح الحمد لله، صبنا باللي بوزيتيف بلي هذا الانسان هذا واش كنت انا نفكر هذاك هو بوزيتيف. مستحيل يكون من عائله ثوريه. هذا واحد اللي من عائله ثوريه ما يقولش انا صهيوني، باسكو علاه كي تقول انا ضد البلاد بالك انت ضد البلاد، بصح باباك كان مع البلاد، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نورمال. وليد سيدنا نوح كان كافر، وبابات سيدنا ابراهيم كان كافر، تما نورمال تقدر تصرى هذه. بصح انك تقول انا عرق، انا صهيوني، انا يهودي، تما مستحيل. سبحان الله العظيم، تما مستحيل باباك يكون. تما اللي بديت نخرب انا نحوس ايفيكتيفمون، طحت في البوزيتيف باش نعلمكم خاوتي العزاز بلي فيصل موش تما ثقيل رزين. طحت في البوزيتيف لو كان واحد اخر راه مشروع. طحت في البوزيتيف تاع الافلان تاع الجزائر، تاع الافلان جبهه التحرير الوطني. طحت في وثائق رسميه اوريجينال، ماشي قال فوتوكوبي ولا، تبين باللي وليد حركي ماهوش وليد شاهد، تبين باللي وليد حركي ماهوش وليد شاهد، وباباه كان خائن تورا. ما خرجتهاش، قلت لهم حبسوا، زيدوا احفروا مليح، زادوا حفروا، زادوا جابوا لي الجهه الثانيه اللي هي الاداره الفرنسيه. كما على بالكم خوتي الاعزاز، في الثوره تاعنا حنايا كانت بيانات تصدر من جهتين. الافلان كي دير حاجه عمليه تصدر البيان تاعها باداره عمليه، والاداره الاستعماريه الفرنسيه كذلك تصدر بيانات في نفس اليوم. انا واش درت؟ لحقت الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل، لحقت الى المصدرين، جبتهم في زوج الوثائق الرسميه اوريجينال مسينيه، يعني ماشي فوتوكوبي ولا، في زوج. يعني واش قالت جبهه التحرير هذاك النهار، واش قال الاستعمار هذاك النهار. قال زعما جبهه التحرير تقول غرسنا شجره، والاستعمار ما يقول الافلان غرسوا شجره، مثال صح. طحت في وثيقه تبين باللي فرحات مهني ماهوش وليد شاهد، باللي فرحات مهني وليد حركي. زدت شفت جهه فرنسا راهي تقول بلي ايفيكتيفمون راهم فاقوا لنا وحكموا لنا واحد يخدم معنا، وطاح في الفخه. خرجت الورق في زوج، درت بث مباشر اللي دار ملايين وملايين وملايين المشاهدات. هذيك الضربه الجزائر تقلبت. اثبتوا بالوثائق باللي هذا وليد حركي. هذه وقتاش؟ قبل ما
هذه وقتاش قبل ما يفيقوا له، ماشي راني نقول لك كيفاقوا له كيطيح الفرد يكثروا عليه المواد اللي نعرفوها، الا فات طاح خلاص الناس كاع تولي تضرب. يا ودي انا نهار كنت نهضر عليه كان يدير مؤتمرات هنا في الجزائر، كان يدير محاضرات في الجامعات الجزائريه، في جامعه مولود معمري داير محاضره للطلبه، يهضر داير له الميكروات والصحافه تصوروا فيه. راني نقول لك انا كي كنت نهضر عليه انا ما نهضرش على الفرد كيطيح، انا كي هضرت على ولد عباس ويحيى والسلال والسعيد وكي هضرت عليهم انا قبل ما يطيحوا جيتي باغمي لي بروميي والماك كذلك. جو سوي لو بروميي ماشي بارمي، جو سوي لو بروميي اللي هضرت على الماك. وكي هضرت على الماك ما هضرتش على تباتق تاوعو، هضرت على الراس اللي هو رئيس الحركه. انا ضربت رئيس الحركه ديراكت للراس. كانوا هذاك الوقت مازال ما صنفوهاش ارهابيه، مازال ما صراتش حتى ديجا القضيه تاع جمال بن اسماعيل، هذيك اللي فضحتهم، هذيك اللي زاد كملت عليهم. سما انا ضربت الراس وهذيك ضربت الرجلين باش نتفاهموا، هذيك ضربت لا باس القاعده تاع الماك، ضربتها طيحتها كاع في الشبكه. اما انا ضربت الراس تاعهم. خاطر علاش القاعده طاحت في لافير تاع جمال بن اسماعيل؟ لانها كانت قاعده بلا راس، شساس بلا راس، ما عندهمش قياده، القياده تاعهم طاحت ولاو ما يثيقوش فيها. علاش ما يثيقوش فيها؟ بسبب الفيديوهات والوثائق اللي خرجتهم انا باش نتفاهم. سمعوا مليح واش صرا لي. يا سبحان الله، الحمد لله خرجت انا، ضربت حركه الماك، وليت ندخل للصفحات تاعهم ونشوفوش، ما نعلقش باش ما يفيقوليش، لكن نشوفوش رد الفعل تاعهم. شفت باللي نجحت بامتياز. علاش نجحت؟ لانه على الاقل زرعت الشك بيناتهم. شغل ولات حرب داخل الصفحات، يقولوا لهم دوك هذا فيصل كرشوش هذا ما تسكتوش علينا، ما كاش واحد راجل فيكم يسكتوا، دوك قولوا لنا، بينوا، كذبوا الشيء اللي يقولوا، اعطوا لنا الحقيقه، هل فرحات مهني وليد شهيد ولا وليد حركي؟ اما لا، مادام راكم ساكتين وما سكتوش علينا هذا فيصل كرشوش لو قاعد غير يهضر معناه هذه حقيقه، دوك فهمونا احنا نتبعوا في المكان عن بالنا وليد شهيد هو وليد حركي، سما احنا ولاد حركه. وتخلطت بيناتهم، انا طفيت الفيسبوك وقعدت. الحمد لله هذيك الضربه اللي خرج فرحات مهني قال لهم المشروع تاعنا كذبه واسطوره وخرطي تفاولها هضر هكا، خلاص ما راح الهيبه تاعو كاع راحت. حتى فرنسا رفدت عليه، واللي يروح للامريكان يحوس الامم المتحده كش ما يعاونوه. فرنسا رفدت عليه، فرنسا ما زادتش عاونت الماك هذيك الضربه، لانه طيحت لها الراس اللي كانت تستثمر فيه. هما حبوا يستثمروا في معطوب الوناس، كيما مشى لهمش قتلوه، ثم راحوا استثمروا في فرحات مهني، مشى لهم كي مشى لهم انا طيحته. الحمد لله كان لي الفضل اني طيحت فرحة مهني، وعلى بالو بهذا الشيء وكاع على بالهم بهذا الشيء. ماشي راني نحكي انا اساطير، الفيديوهات مازال موجودين، الادله مازال موجودين، الوثائق راهم منشورين، وما حذفت والو باش تقولوا فيصل يخاف ولا حذف سوبريما ولا. انا والله ما سوبريمي روحي، نموت انا وما يتسبريموش لي بوبليكاسيون تاعي. واش بيك انا لا بوبليكاسيون تاعي الي بلوز امبورطونت كو موا باش نتفاهموا. انا لا بوبليكاسيون هاد لا فيديو اللي انا دايرها دوك الي بلوز امبورطونت كو موا. نسبريمي روحي نموت انا وما تسبريماش هي، باسكو هادي تبقى للاجيال. اما انا يطيح فيصل ينوضوا 10 شغل الشجر حنايا كاكتو الغيب كانوا كاع محروقين، وجا واحد غرس مليون شجره. واش عم بالك انت دوك واحد يجيب مليون مجاهد في هاد البلاد؟ واش عم بالكم؟ يعني هنا باش نجاهدوا، ماشي راناش حنا الاولين ماناش حنا الاخرين. الجزائر ولاده بصح الفكره تبقى خويا العزيز، الفكره تبقى. بغيف انني فرحان، درت حاجه ان اكسبلوا، فرحان وخايف باسكو خايف. علاش؟ دوك اليامات ما عادش عايشه نورمال. يامات من بعد زدت اكتشفت امر اخر، اكتشفت القطط الباديسيه النوفمبريه هذه، يعني ما كنتش نعرفهم. انا قلت بالك ناس وطنيين كواكو ما يعجبونيش الطريقه تاعهم، ومحمد الوالي والقبوريه، وفي القبر يحكي لهم يجبد لهم المنشورات من القبر تاع فيسبوك. شو انا خاطيني القبوريه هذه. انا انسان موحد، انا نامن بالله، بالغيب يعلم الله. محمد الوالي على بالو واش حيصرى دوكا قاعد يحكي لهم. شو جيتي كونتر؟ بصح قلت هادو وطنيين من نوع خاص، شغل وطنيين متطرفين، ربي يسهل عليهم، مش عدياني مع الاول. ا مومون دوني سمعوا مليح، اتصلت بيا واحد المخلوقه اسمها نعيمه، اتصلت بيا قالت لي ارواح انت انسان وطني وراك طيحت الماك وما شاء الله وعندك وثائق وعندك ثقل. ايه الحمد لله. قالت لي ارواح نتعاونوا، انت وطني وحنا وطنيين نتعاونوا. قلت لها بيان سور، ماذا بينا نتعاونوا، دي بلادنا. رحت انا باش نسمع، انا انسان سماع، نسمع كونوا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. انا نسمع القول ثم اتبع احسنه، نشوف يساعدني ما يساعدنيش الراي.
كي رحت ليها فرشت لي الدنيا ورد، فرشت لي الدنيا ورد، عطات لي قالت لي واش راك حاب دير؟ قلت لها قناه تلفزيونيه، قالت لي هاي لك نعطي لك واش مشكل تاعك؟ قلت لها المقر ما عنديش مقر، قالت لي هاي لك ابارتمون كي تبدا نزيد نعطيك فيلا دير فيها المقر ما شاء الله. واش المشاريع توعك كذلك؟ قلت لها ان شاء الله بروجي بالك راح ندير حزب. هي قالت لي ما كان لا دير حزب، نعطيك حزب تاعي شدو تولي انت الرئيس. ما شاء الله بالكراسه بالطوابل بكلش بكلش. ما شاء الله. وقانيت ندعموك نمولوك نديروا لك كلش. اوكي نبداو على بركه الله. واش المطلوب مني؟ قال لك والو، الوطن الله الوطن الله الوطن، كاع نحبوا الله والوطن، توكلوا على الله. الاسبوع الاول هذه انا غير بديت في الاسبوع الاول، جيت بديت نبريباري في هذاك الاستوديو، جات تدبر عليا قلت لها حبسي مدام ما تفهمناش دبري عليا، تفهمنا تمديري وتروحي، انا ما كاش اللي يدبر عليا باش نتفاهم. انا خط وطني كي تشوفيني غلط خرجت على الخط الوطني قولي لي، اما انك تقعدي تدبري عليا واش نقول ولا، انا ما كاش اللي يملي عليا. اصبر لازم نتفاهموا لازم كذا، وعندنا خط افتتاحي لازم نخدموا عليه. وشنو هو الخط الافتتاحي تاعك مدام واش راكي حابه؟ قالت لي القبائل. قلت لها واش بهم القبائل؟ قالت لي داو كاع البلاد وكلاو البلاد وحدهم وغير هما وغير هما لازم نحاربوهم. قلت لها شكون تقصدي القبائل؟ هل تقصدي الماك المتطرفين العنصريين الانفصاليين ولا العاديين اللي قاعد مسكين تحت واحد فلاح واحد خدام واحد؟ قالت لي كاع، قالت لي كاع العرق دساس كاع يتشابهوا. تما شغل فهمت باللي شغل الكهرباء ما تمشيش بخيط واحد، تمشي بزوج خيوط، لازم البليس والموان. فتنه. قلت لها هكذا القبائل؟ قالت لي قلت لها راح نقول لك واحد السر انت وما على بالكش به. وشنو هو؟ قلت لها انا قبيلي، انا قبيلي وبابا قبيلي ويما قبيليه، يما من عزازقه وبابا من بني ورسيلان. قالت لي كيفاش خرجت انت مالا تكره القبائل؟ قلت لها شكون قال لك نكره القبائل؟ قلت انا نكره العنصريه، كاش القبائل انا. قالت لي لا تبان لي شغل ضدهم. قلت لها انا ضد العنصريه، تنعطيك الدليل بلي انا ماشي ضدهم. قالت لي بابا الله غالب ماشي انا خيرته، قبايلي ماشي انا خيرته، يما ماشي انا خيرتها، قبايلي ماشي انا خيرتها. نقولوا خرجت مهبول انايا، زوجتي انا خيرتها ماشي هي خيرتني، ما جاتش وحدها، زوجتي انا خطبتها. بني ورتيلان قبايليه قبايليه قبايليه. ياك انا راسيس نكره القبائل، نزوج قبايليه. جابوها لك داركم بالسيف. لا تخدم معايا صحفيه، معايا صحفيه تخدم معايا في الاذاعه، كيفاش تعرفها يما؟ انا خيرتها وخيرت قبيليه، شوي با راسيست، انا نعرف شكون نضرب. با لو بروشين انمي تاعي سا سخي فو، نتوما راح نحاربكم نتوما. خرجت زعفان، خرجت هي بدات تهضر وكذا وتتهم فيا وباللي زوافي، بدات الحكايه تاعها تعرفها، ومرتو زوافيه ويماه وبابا، جبتوا لي عائلتي كاع، وناضوا هذوك عماد غابه واختيتي لهم في الحبس كاع، طاحوا عليا واحد العام ولا اكثر وما يتبعوا فيا. بغاف هذه اون باراليل. تسمى فيصل كان يخوض وحده حرب ضد جبهتين، زوج جبهات، خاطر كاين اللي تعياو من الماك وكاين اللي عياو من الباديسيه. انا عييت منهم في زوج، انا كنت في الوسط الحمد لله. كذلك انا هذا بنكوله وجنا انا بالنسبه لي هذا سي ان اكسبلوا، سي ان دوزيام اكسبلوا، اني الحمد لله فقت وما تبردعش وحاربت جبهتين حابين يديروا فتنه في البلاد، حابين يخدموا بالمخطط اكس اللي كنت قلت لكم عليه او اللي سميته انا اكس. علاش قلت لكم يا دو تات، وحده راسيست عربيه وحده راسيست قبيليه، هاد لي دو تات ما يضربوش بعضهم، دو تات على شكل اكس. الراس تاع العرب هاد الانفصاليين ولا المتعصبين يضربوا عموم القبائل تحت، والراس تاع القبائل الانفصاليين المتطرفين يضربوا عموم العرب، باش العرب يحسبوا القبائل ما يسبوا فيهم، والقبائل يحسبوا العرب وينوضوا يضربوا من تحت ويديروا حرب اهليه. كانوا حابين يديروا لنا حرب اهليه. الحمد لله. الدليل على ذلك اني بعد ذلك تبعت حركتين هادو، تبعت أنشطة غير ماشي مشبوهة مؤكدة، نقول لك مخدرات، سلاح، غبرة، دنيا، جساسة. تبعت قضايا كبار، أنا ما كنت أعالجه خارج الهاتف
خارج الهاتف، يعني خارج فيسبوك والتواصل الاجتماعي تقريبا 95%. انا واش راني نقول لكم، انا قاعد 5%. الشيء اللي نعرفه انا ما نقولش كلش، مش ليس كل ما يعرف يقال، كاين امور اللي ما ينقالوش. ولهذا قال لك انسان يحفظ لسانه، من كثر لغطه كثر غلطه. انا ما نعرفش نهضر، ولهذا ما طيحونيش. وتشوفوا كاع طاحوا من انا ما قدروش يطيحوني. باش طيحوني؟ باش حبوا يطيحوني. انا لحقنا عليها. باش حبوا يطيحوني. لا حول ولا قوة الا بالله. حكموا لي هذاك الملف هذاك تاع الماك تاع فرحات مهني باللي باباه حركي ماشي شاهد، وهذاك الشاهد الله يرحمه اللي ينسب روحه ليه ماشي باباه واحد اخر حركي. الملف واش يقول؟ الملف يقول باللي جبهة التحرير الخاوة مجاهدين اكتشفوا خائن بيناتهم كان يوصل لهم المواد الغذائية والدنيا، هذا بابا فرحت مهدي، وكان يعمل اجون دوبل، يعمل معاهم ويعمل مع الجهة الفرنسية، مع واحد الضابط في لاصاص كان يديلو كابيتان، كان نقيب في لاصاص، كان يديلو المعلومات تاع الجبهة. شكون فاقولو؟ صحابو فاقولو. واحد النهار كان سكران وغلط، كي غلط ولاو يسكروا معاه بالعاني باش يشوفوه هنا ويروح. بدا فاقولوا قالوا العميروش الله يرحمه اللي كان قائد الناحيه، انا ذاك الناحيه الثالثه هو اللي كان القائد الله يرحمه عميروش. قالوا له يا سي عميروش، هاوليك واش كاين فلان راهو يخرب. عميروش قال لهم كملوا التحقيق. شوف كان عينه تما يهبطوا، لا باش تشوف بلي الثوره تاعنا كانت عادله قانونيه. قال لهم تبعوه مليح، تبعوه وداروا له الشهود وداروا له كلش. بدا وجدوا المحكمه، كانت عندنا محكمه ثوريه في الغابه في الجبل، دايرين المحكمه بالداكتيلو بكلش، بالجوج بليزافوكا بكلش. قعدوه تما او وقفوه في المحكمه، حكموا له بالاعدام، يعني ثبت عليه الجرم تاع الخيانه العظمى، حكمت عليه الجبهه بالاعدام. هنا ينفذ حكم الإعدام بواسطة من؟ بطبيعة الحال ينفذ حكم الإعدام بواسطة الشخص اللي نضر من هذا الإنسان. دوك مثلا الجبهة كانت بكري، أنا زعما أنا مجاهد، أخويا حركي، كي يحكموا عليه بالإعدام يعطوا لي يقول لك نحكموا له بالإعدام ونعطوا لخوه هو يقتلو، باش غدوة من الغدوة ما يقولناش هاكو قتلتوا لي خويا، داك صعيبة شوية. يعطوا لي سلاح، قال روح اكزيكوتي حكم الاعدام، ليس اغتيال تصفيه، ماهوش سبان مورت هكذا برك، هذا اكزيكوسيون، تنفيذ حكم اعدام. شكون المخدوع في هذه الحاله؟ هو المخدوع هو عميروش، لانه استامنه في منطقته وخدموا معاه مجاهد وخدع الجبهه. دوك عميروش بصفته القائد هو من حسب الوثيقه تذكر باللي هو من نفذ حكم الاعدام، هو من نفذ حكم الاعدام، ماشي قتلوا وليس تصفيه، ليس اغتيال، ماهوش مكتوب في الورقه هذه كون فرونسي إليميني الى اكزيكوتي. دوك ما يفرقوش هاد الناس بين اكزيكوتي و إليميني، ما نعرف عبد يقرا. الحمد لله انا خرجت الوثيقه هذيك، يا مات من بعد انا تجيني كونفوكاسيون في هذاك الوقت، عند هذه الحكايه 4 سنين، قبل 4 سنين، اكثر من 4 سنين كثر بزاف كاع. يعني نقول لك قبل ما يجي تبون صارت الحكايه، قبل ما يجي الرئيس، قبل ما نديروا انتخابات، عيطوا لي الكونفوكاسيون. والكونفوكاسيون لوين؟ لتيزي وزو. وقلت لهم علاش تعيطونا؟ ما نسكنش في باكاكو غالطين في الاسم، كش واحد يشبه لي ولا ما نسكنش في تيزي، نسكن في العاصمه، ماما تكونفوكيوني للعاصمه. قال لك لا ومادام الحكايه هذه الكترونيه صارت في التليفون ما عندهاش غير محدده الموقع، وبالتالي ندوك وين نحبوا. اوكي القانون يقول هكا، اوكي نروح معليش. رحت للابتدائي في تيزي وزو، واش كاين؟ قال لك واش كابيك اسمع مليح، واش كابيك وليد عميروش الله يرحمه اللي كان انذاك هذاك الوقت هو كان ديبيوتي، كان نائب في البرلمان. شكابيه؟ اوكي مرحبا، واش درت لك اخويا؟ كي شكيت بيا قال لي راك في المحكمه، قال لك راك درت له القذف. اولا ما كاش قذف، ما سبيتك ما شتمتك، انا ما نسبش ديجا اصلا. القذف خرجت براءه الحمد لله. بقات هذه تاع واش درت لك الثانيه، قال لك اسات الباب الروموستوره، الاساءه الروموستوره. اي عباك انا جو بريفير تقول لي اي تهمه وما تقوليش الاساءه الروموستوره. شغل عباك شغل حاجه، شغل تضرب في الوطنيه تاعك هذه، شغل واعره شويه، شغل الاساءه
شغل انا مسلم وتقول لي الاساءه لدين الاسلام، هاك واعره. قال غلط كاش ما درتها، بصح الاساءه لدين الاسلام واعره. الاساءه للتوراه، انا اسيء للتوراه، انا من اكبر المدافعين على التوراه، انا كنحكي على التوراه لحمي الشوك، انا اللي داير العربي بن مهيدي وعميروش دايرهم الله يرحمهم قدوه ليا. مع الاخر انا اسيء ليهم هما، سبحان الله، نوقفوا يوم القيامه قدامهم ويقولوا لكم شكون اللي راجل شكون اللي ماشي راجل. قال لك اسأت لبابا. قلت له وري لي وين اسأت لبابك، كيفاش تقول راه قتل شهيد؟ قلت له اولا ما قلتش قتل شهيد، ما قلتش قتل شهيد، انا قلت الى اكزيكوتي ان تريتر، نفذ حكم الاعدام، ماشي قتل، نفذ حكم الاعدام في حركي. نوزن كلامي. لا راك حكيت على واحد الشهيد عطاني اسمه، ما نذكرش اسمه احتراما للشهداء، عطاني شهيد، قلت له انا هذا تحوس اللايف كامل، بث الفيديو كاع ماشي مذكور هذا الاسم، هذا انا ما قلتوش الاسم، ما جبدتوش، انا قلت اسم اخر، سي ان تريتر، هو باباه، هذاك هو باباه. انا قلت اكزيكوتي. قال لك كيفاش تقول هو اغتالوا؟ ما قلتش اغتالوا، قلت الى اكزيكوتي يعني نفذ حكم اعدام صادر عن المحكمه الثوريه. دوك انا المحكمه العداله تحكم الواحد بالاعدام، يجي هذاك الجلاد هذاك اللي يدير الحكم ينفذ الحكم، ينفذ هو مسكين، واش دخله هو خدام، نفذ حكم العداله برك. دوك بوليس انت يحكمك، واش دخلوا البوليس؟ خاطئ، ينفذ حكم العداله القانون. قال لك لا اسات البابا. يا ودي اقرا مليح، قلت له اقرا في الورقه واش مكتوب. قلت له بريميرمون لو كان اسات الشاهد، لو كانت تنوض وزاره المجاهدين هي اللي تشارعني ماشي انت، لانه عميروش تاعنا كاع ماشي تاعك وحدك، نسالو كاع فيه. تنوض لي وزاره المجاهدين، تنوض لي يا سيدي، ينوضوا لي ابناء الشهداء. من محاسن الصدف انه هذوك اليامات كرموني منظمه ابناء الشهداء واعطوني ميداليه واعطوني شهاده. سبحان الله العظيم، شغل انا ضربت وليد شاهد ومنظمه ابناء الشهداء كرمتني. بيزار ياك، هما جات باش تشوف كيفاش اسات للشهداء. فهمني، قال لك راك تقول قتل، ما قلتش قتل، قلت الى اكزيكوتي، لازم تعرف الكلام مش معناه. اكزيكوتي نفذ حكم اعدام، اعدام يعني اعدام باختصار، وليس قتل او اغتال او صف اليميني او لا، اعدام. صح، صادر عن المحكمه، هو خاطئ. زين راك تقول شهيد، ما نو ماشي شهيد، انا قلت حركي. راك تقول فلان الشهيد الفلاني، هذا ما ذكرتش كاع اسمه، راني نقول حركي اخر باسم اخر، والوثائق هايلك والفيديو هاولك، وري لي وين قلت هذا الاسم. كي ما صابش كامل، ما صابوش، ما كاش، حبوا يشوفوا الوثائق. قال لي والوثائق منين جبتهم؟ الوثائق ما نقدرش نقول لكم منين جبتهم، ماشي من حقك تعرف منين جبتهم. شوفوهم هام ليك، تقدروا ديروا خبير، عينوا خبير ويشوف اذا كانت مزوره دوني الحبس، اذا مزوره دوني الحبس. كلها اصليه، اصليه، وثائق اصليه، مانيش نكذب. قال لك كاين اساءه لرموز الثوره. وين راهي الاساءه يا خويا العزيز؟ كيفاش تهضر على عميروش في القهوه؟ كيفاش تهضر على عميروش في القهوه؟ الله يرحمه عميروش شهيد، كيفاش تهضر عليه في القهوه؟ مقهى يعني، باسكو انا الفيديو هذاك كي جبت الوثائق كنت في مقهى نشرب في القهوه ونخرج في الوثائق. كيفاش تهضر على عميروش في مقهى؟ قلت له سي نورمال عادي هذه. قلت له انا ربي سبحانه وتعالى نهضر عليه في المقهى، انا نكون قاعد في المقهى وداير لايف ونقول لكم الله عز وجل اللي خلقنا ورزقنا وعطانا. وراه الاساءه للذات الالهيه، وراه الاساءه هنا. نتكلم على ربي في المقهى، ماشي نسب فيه ولا حاشا، استغفر الله. انا راني نشكر ربي ونذكر ربي في المقهى، ما كاش حاجه تحرم اني نذكر ربي في المقهى. انا بابا نذكره في المقهى، نذكر عميروش، نذكر الشهداء، نذكر عبد المهدي في مقهى، انا قاعدين في مقهى ونحكيو على عبد المهدي واش دار. وراه الاساءه هنا، تحكي عليه في قهوه، هذه الاولى. كاش ما كاش اساءه هنا، صح، كاين اساءه واحده اخرى. علاش؟ شغل كي شخصت عميروش، باسكو انايا درت شغل تمثيل. كان معايا شخص قلت له عميروش الله يرحمه ما ماتش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عميروش هو حي، وراه جا وراه معنا الان، هاوليك وهنا كان مصور نص، ما حبيتش نصور الفوق، صورت رجليه تمثيل. قلت لهم هو معنا عميروش، وجاب لنا وثائق خطيره جدا
بالك وتقولوا الشهداء ماتوا، أم يعاقبوا فيكم اليوم، الشهداء يعاقبوا فيكم، دوك نورو لكم. تفضل سي عميروش قعد معنا. هاي الكلمة اللي قلتها، تفضل سي عميروش اقعد معنا. كيفاش تقول له اقعد؟ تفضل سي عميروش قعد معنا. بعد كي قلت له لهذاك الشخص اللي راهو يمثل معاه، قلت له تفضل سي عميروش قعد معنا، شو ما عرفش وين يجلس، خاف يبان في الكاميرا، باش نكون صريح، خاف يبان في الكاميرا. قلت له قعد هنا، تما وريت له المكان اللي يريح فيه باش ما يبانش في الكاميرا. قلت له قعد هنا، قال لي كيفاش تقول انت لعميروش اقعد هنا. قلت له لا ما قلتوش بصيغه الامر اقعد هنا، وانما بصيغه مؤدبه. قلت له تفضل سي عميروش اقعد معنا، اقعد هنا، جي بريسيزي المكان الذي يجلس فيه لاسباب تقنيه باش ما يبانش في الكاميرا. هل هنا بربكم اخواني اخواتي، بربكم ياك نتلاقاو يوم القيامه، اكتبوا لي هنا هل هناك اساءه، حتى باش نقول لكم واش صرا اليوم هذا الاسبوع هذا. اكتبوا لي بربكم، بالك انا اللي غلط، بالك فيصل راه غلط وما عادش يفهم راهي الاساءه وتخلط عليه الخلق مع سوء التربيه. سبحان الله، ما نعرفش. انا طبيعتي ما نقدر، انا اي انسان ما نقول له انا قهواجي كي نجي نخلصو نقول له تفضل، ما نقولوش هاك، نقول له تفضل، نعرف تربيتي. هل هناك اساءه هنا؟ 3 شهور حبس وغرامه ماليه ب5 ملايين، اساءه لرموز الثوره. 3 شهور حبس وغرامه 5 ملايين سنتيم، اساءه، المساس برموز الثوره. يا عندك شحال واعره، مساس برموز، تولي شغل انا نحس روحي دوكا، شغل نحس روحي حركي، وليت حركي. مساس برموز الثوره، شغل نخدم ضد الثوره، شغل كرام عايشين الان هما مجاهدين وانا حركي. مساس برموز الثوره، عباك ماشي جات في 5 ملايين ولا 3 شهور حبس، جات في التهمه حد ذاتها اللي وجعتني انا، التهمه اللي وجعتني، المساس برموز. فيصل يمس برموز الثوره، فيصل نورمالمون هو رمز الثوره، هو راه داير ثوره وحده. اقسم بالله راني خادم، واش الجنرالات ما مش خادمين، انا نقول لك. راكو كاع تعترفوا وتقولوا باللي الحرب راها في التليفون وفي الانترنت وفي التواصل الاجتماعي، كاع راكو تعترفوا تقولوا حرب سيبرانيه. شكون اللي راه في الحرب السبرانيه؟ شكون اللي راه في الواجهه؟ مش احنا اللي رانا نتكلموا، وحنا اللي ندافعوا على البلاد، وحنا اللي كذا، مع الاخر نخرج نمشي في الشارع مع الناس وعايش مع الناس ونشرب قهوه مع الناس. المفروض انا كي يسيء لي واحد كش ما يسيء لي، ديروا له نتوما اساءه لرموز الثوره، باسكو انا رمز ثوره، انا راني داير ثوره وحدي. وليت انا اسيء لرموز الثوره، بربكم اجيبوني، اتفضل سي عميروش جلس معانا، اقعد هنا، استوريت له وين يقعد. هل هذه اساءه لرموز الثوره؟ انا اسيء لعميروش الله يرحمه. يا عميروش، وكان راك حي، يعني راك حي انت عند ربي، ماكش حي عندنا للاسف. وكان جيت حي عندنا، يعني وكان راك حي عندنا، لانهم احياء عند ربهم يرزقون، ليس عندنا. لو كان جا عميروش حي عندنا والله ما يصرى هادشي، لكن عندي امل انه مازال بزاف عميروش في البلاد، ومازال بزاف العربي بن مهيدي في البلاد، ومازال الرجال في البلاد. اذا خلاصوا نبقى انا، وما نظنش خلاصوا، موجودين كثير. اجيبوني بربكم، هل عباره او هل مجرد تمثيل شهيد والقول له تفضل سي عميروش اقعد معانا تعتبر اساءه لرموز الثوره او مساس برموز الثوره؟ اجيبوني. والله اخواني اخواتي، ولا قلت لي نعم مساس نورمال، الانسان يغلط، بالك زله لسان ولا ماشي بالعاني، انا ما كانش قصدي، ولا بالك اندفاع، بالك اندفاع تاع شباب، بالك سخانه هذيك تاع كي تشوف ملف قدامك هكذا تولي تترعد، وملف هكذا شو سخون بزاف، تولي تغلط كي تهضر هكذاك. وكنت رزين وعرفت واش نهضر، وقلت اكزيكوتي با اليميني، وقلت
هادي وقلت هادي وما ذكرتش اسماء وعرفت واش نذكر وعرفت وقتاش نهضر وكيفاش نهضر. اي بورطون ملف كيما هذاك لو كان طاح عند ناس واحد اخرين وكانوا يترعش هاك يدير هاك ملف جاي من الارشيف يثبت خيانه واحد راهو يدعي بلي باباه شهيد وداير لي حزب وحركه وجاي يحب يدي بلاد، يدير انفصال بلاد وحده يديها. علاش؟ باسكو باباه شهيد. الناس كاع يمشوا معاه. علاش يمشوا معاه؟ يمشوا معاه باسكو عن بالهم باباه شهيد. شكون اللي دمر له لو ستاتيو هذا؟ سي بيان موا يحكموا لي تما في المحكمه الابتدائيه. كانت محكمه واسيف تيزي وزو. يحكموا لي 3 شهور حبس و5 ملايين غرامه ماليه. حبس نافذه ماشي غير نافذه تما ندخل للحبس. انا قلت نورمال عباك والله ما زعفت. علاه ما زعفتش تما؟ باش نكون صريح معكم انا ما نعرفش نكذب. كانت حركه الماك متوغله انذاك. كانت مازال ما صراتش لافير تاع جمال بن اسماعيل ومازال ما طاحش الماك وكانوا الناس متعاطفين معاه. كاين الناس بزاف كانوا متعاطفين مع الماك باش تفهموا. كانوا يجي قلت كيدير محاضرات في الجامعات. انا منين حسبتهاش والله صدقوني بديت نشوف هذوك تاع المحكمه هذوك بديت نقول ان شاء الله يحكموا لي هكذا. بديت نشوف فيهم ونقول ان شاء الله يحكموا ضدي في الابتدائي. علاش؟ خفت عليهم والله يا ربي عالم. غير قلتها لافوكا تاعي قلت له ان شاء الله يحكموا لي. قال لي علاه؟ قلت له خايف عليهم. قال لي علاش؟ قلت له كان يعطوني البراءه كاش ما يديروا لهم اي افر كبيره. انا ضربنا لهم ربهم الذي علمهم الانفصال فرحت مهني. ضربنا لهم سيدهم الرئيس تاعهم. دوك لو كان يعطوني المحكمه براءه قادرين كش ما يديروا لهم، يتبعوهم، كش ما يقتلوهم، كش ما يأذيوهم، اي حاجه. ما على بالش انا بالك انني غلط، لكن خفت عليهم. يعني خفت على المحكمه هذوك اللي كانوا وشتهم شباب وصغار وكاع. والله العظيم غير كنت اتمنى يحكموا لي وما يديروش براءه غير خوفا عليهم. قلت معليش نروح للحبس وما يقتلوهمش برك. تلمو الماك كان متوغل انذاك متوغل. انا قلت لك واش معناتها متوغل؟ هذاك الوقت هذاك اللي كانوا يعني نقول لك كانوا يحاوزوا القوات الامنيه يحاوزوا يقولوا اخرج من منطقتنا ما تقعدش ما ديرليش الامن هنا. انا ندير الامن الروحي حكم ذاتي شغل حبيب شغل غزه حماس حاكم جهه خارج السلطه الفلسطينيه. حابين هكا كانوا حاشا انه نشبعوا على كل حال حماس بهذوما العرايه هذو. لكن هذه هي الحقيقه اللي كانت ذاك الوقت. دوك هاد الناس هذوما اذا انا ما خفتهمش نخاف على الناس منهم. قلت له معليش، قلت له مادام فيها الاستئناف خليه يحكموا علي. معليش حكموا عليا 3 شهور وقالوا لي هكذا ولا غير قالوها لي في الحكم في نطق الحكمه يا سي فيصل ولو انك بنيتك وما كانش قصدك لكن الغلطه ارتكبت وبالتالي 3 شهور حبس. ولو بنيتك وما كانش قصدك لكن طاح الفاس في الراس. اوكي تقبلتها تبسمت وخرجت من المحكمه. رحت للمجلس درت الاستئناف اشهر ولا سي با كومبيان دو طون. من بعد عيطوا لي رحت للمجلس مجلس تيزي وزو تاع ولايه تيزي وزو. تقدر تقول كذلك نفس الشيء يعني نفس الاعتبارات. انا قلت ان شاء الله يحكموا لي. علاش؟ نفس الشيء يعني تيزي وزو رانا في نفس المنطقه لانه الماك كان سخون شويه هذاك الوقت. حكموا لي كذلك نفس الشيء. حكموا لي بتأييد الحكم 3 شهور حبس نافذه و5 ملايين غرامه ماليه. قلت الحمد لله ان شاء الله يخرجوا بك سلامات. قلت لافوكا قلت له دوك كي تروح للمحكمه العليا القضيه وتهبط الالجي العاصمه المركزيه وتهبط المحكمه العليا لتما نولي نتمنى انه ندي البراءه. اما في تيزي وزو ما نتمناهاش البراءه لاني خوفا قلت لكم على الانتوراج هذاك. رحنا للمحكمه العليا للاسف المحامي تاعي صراو له ظروف ناهيك عن التهديدات اللي وصلاته والضغط اللي صرالو مشاكل لانه وقف في حقي. لانه انا ذاك الوقت الطوع هادو تاع الباديسيه النوفمبريه حبوا يخترقوني. طوعوا 40 محامي 40 حسبتهم 40 محامي جاو قالوا لي نوقفوا لك في القضيه تاعك. ما جاوش يوقفوا معايا هما جاو يوقفوا تاع قبايلي وعربيك وتعرفوهم جماعه هذوك الباديسيه النوفمبريه. كي جاو تواصلوا معايا درت منشور ودرت فيديو
هذاك الوقت ولا تشفاو اللي تبعوني، قلت لهم المحامين اللي يعرضوا عليا باش يوقفوا معايا وحديروهم، اخر مره تتواصلوا معايا اللي يزيد يعيط لي ولا يتواصل معايا نفضحو، راكو حابين ديروا البوز بيا وديروا تمشوا بيا لاكارت فيزيت تاعكم، وراكو حابين تسيسوا القضيه تاعي، تسيسوها وتكبروها وتردوها قضيه راي عام، وانا مانيش حاب. خلوني بيني وبين بلادي، خلوني بيني وبين بلادي. انصرفوا، ما زادوش كاع ضهروا بيا. حكمت محامي واحد مشى معايا، ثم تم تهديده، صرالو ما صرالو، داروا له مشاكل كذا. راك تعرف تاع كيفاش محامين كاع ما قبلتهمش، هو قبلته وطاحوا عليه صحابه، طاحوا عليه، صراو له مشاكل كحله المحامي ديالي. كي رحت للمجلس ما قدرش يجي معايا، هو كانوا عنده مشاكل. درت محامين اخرين، خلصت ودرت محامين اخرين. كيف جابوا لي تأييد الحكم، ما كان لا براءة لا نقصوا لي لا والو، ومواقع غير نافذة، بقات نافذة، سجن نافذة، تسمى فيصل دخل الحبس. تخيل لماذا؟ لانه دافع على عميروش وشكر عميروش. شكرت عميروش داوني للحبس، هذا كان كيفاش ما قلت يديروا لي اعدام، انا شكرت عميروش داوني للحبس 3 شهور حبس. شكرته، علاش تشكروا؟ اساءة، تهضرش عليه. هما حكايه كومبليكي. نافذة، قلت لهم اوكي، داروا لي نافذة، قلت لهم هيا نمشوا للمحكمة اسمها العليا نديروا الطعن وكذا، واش لازم لي، واش لازم، واش عليا، واش ليا، واش عليا، واش كذا، خلاص صفينا كذا، تفضلوا توكلوا على الله. انا قاعد نستنى مهني مطمئن انه القضيه تاعي راهي في المحكمه العليا، خلاص يعني عام عامين نستنى، عامين ونص، قريب 3 سنين، حتى نسيتها كاع. على بالك انا قلت بالك تبحر لهم الملف تاعي ولا نساوني، ولا قريب عامين ونص، قريب 3. ويجيني استدعاء للدار، تجيني ورقه للدار، قاعد انا على باب الله في الدار، جاتني ورقه، واش كاين؟ قال لك تخلص غرامه. واش من غرامه؟ قال لك 5 ملايين تاع الحكم تاع تيزي وزو. كيفاش نخلص غرامه؟ انا درت استئناف في المحكمه العليا، درت طعن، رحت نجري للمحكمه باش نستفسر واش صاري. قال لك يا ودي رفضوا لك الطعن ديالك. علاش رفضوه؟ قال خير، قال لك مرفوض شكلا. لماذا؟ لانه ما درتش مذكره. هي نورمالمون كي دير طعن تطعن في القرار ودير المذكره اللي تبين فيها علاش طعنت. المحامين ما داروليش مذكره. علاش؟ عيطت لهم قلت لهم علاش ما درتوليش مذكره؟ قال لك لانك ما خلصتناش. بس ما قلتوليش، انا قلت لي خلص طون ندفعوا، خلصت طون دفعته، ما عاودتوش كاع، عيطتوا لي ما حوستوا عليه، انا قلت خلاص سي ريغلي. قالوا لي لا، انت اللي تحوس على قضيتك وانت اللي تعيط لنا، تاكلوا على بالكم بلي لازم لي طعن، انا ما نعرفش، انا بوجادي في الامور القضائيه. قال لك لا صح، معليش، باش تدفعوا الطعن والمذكره لازم نخلص. قولوا لي نخلص ولا ما خلصتش عيب عليا، انا ما قلتوليش. قال لك لا انت اللي تقول، انت اللي تعرف. كيفاش نعرف؟ انا بالنسبه لي هذاك اللي خلصته هذاك هو، يعني خلصت تاع المجلس، خلصت تاع المحكمه العليا باش يروحوا للمحكمه العليا، عندك واحد الخلاص تخلصوا جوج با خلصت، بقات واقيلا 600,000 باش نبعثها بار بوست، ما دفعنا لكش المذكره. وعلاش؟ لانك ما خلصناش. هاو شحال تسقام هذاك لو شيفر اللي قالوه لي، شحال تسقام، اقسم بالله العظيم غير سمعته غير هذيك المره، ما نعرفوش. وديجا كذلك هذه عباره مذكره انا ما نعرفهاش، ما كنتش نعرفها، ما بيش واش معناتها مذكره. نعرف كاين استئناف المحكمه العليا، تما كان طعن مذكره ما نعرفش، انا مانيش تاع قانون واش دخلني. ما قال لك قلت لهم هذه كلمه مذكره تعلمتها اليوم، وهذا لو شيفر اللي عطيتوه لي تعلمته اليوم وما قلتوليش عليهم. قال لك لا قضيتي ما راحتش المحكمه العليا وانا عن بالي راحت نص يعني مقطوعه. فالمحكمه العليا سي توتا في نورمال ترفضها شكلا، رفضت شكلا، يعني عاودوا ولاو للحكم القديم ديالي تاع تيزي وزو تاع 5 ملايين و3 شهور حبس نافذه. واش ندير؟ نبدا نوجد الكابا تاعي باش نروح للسجن ولا كيف؟ ولا ما بيش ولا يدوا معاهم كابا؟ انا ما نعرفش السجن هذا، ما نعرفش. انا بروسي تاع سير ما عنديش، انا بروسي تاع سير ما عنديش والو.
صفر في حياتي كاع، ما عنديش روسو تاع تريسيتي ماشي خالص، ما عنديش، ما نعرفش واش معناتها واحد يكونفوكيني. انا كي نشوف كونفوكاسيون نتقلق. وعلاش يديروا لنا؟ ما كاينش اللي ساهل، علاش دير لنا كونفوكاسيون؟ قال لك اروح تخلص. واش نخلص؟ خلص 5 ملايين. مادام لحقني القرار تاع دفع الغرامه 5 ملايين، معناتها دوك يزيد يلحق القرار تاع التوقيف تاع 3 شهور نافذه، تاع 3 شهور نافذه. يا ودي كيفاش يهديكم ربي يا اوروزمون. عاود ولا لي المحامي الاولاني هذاك اللي كان ضغطوا عليه مسكين وداروا له مشاكل، جا يجري لي بورتون يسكن في جويه تيارت، جا يجري لهنا وبات معايا عندي في الدار واستدركنا. قال لي فيصل كاين طريقه. قلت له شنو هي؟ قال لي مزيه القانون، داروا قانون جديد. قلت له شنو هو؟ قال لي ما يسمى بالاستدراك، قانون الاستدراك. شنو هو معناتها؟ اللي زعما مذكروا اللي رفضوا له الطعن شكلا وليس مضمون، شكلا زعما فاصله نسى ورقه، الورقه ماشي باينه، حاجه هكذا في الشكل وليس في المضمون، عنده حق الاستدراك، يستدرك، يدير استدراك. الورقه اللي خصاتو يدفعها وعادي، يعني تعاود تولي الامور الى مجاريها في المحكمه العليا. عاودت على سعدي انا وياه درنا مذكره استدراك، دفعناها للمحكمه العليا، لكن فاش اصطدمنا انه ما تدفعهاش مباشره، تدفعها وتستنى حتى تجوز على لجنه قبول، يعني ولا يقبلوها ولا لا. وعندك حوالي شهرين في يدك، يعني صافا الحكم راه موقف ما يصير لك والو، لكن قادر في اي لحظه يرفضوا اللجنه، تجوز على اللجنه، يرفضوا تعاود تولي للحكم هذاك. يعني اذا ولات الحكم فيصير وجد كابتك، اذا كان يوجدوا كابا قلت لكم انا ما نعرفش السجن واش ولا تدي معك كابا، ولا شغل الحمام، ولا شغل راك رايح لوتيل، ولا شغل راك رايح لجهنم، ولا ما نعرفش جو سي با. تخيل هذا كله لماذا هذا كله؟ لاني كشفت فرحات مهني باللي وليد حركي وطيحت الراس تاع حركه الماك الارهابيه. هذا كله لاني ضربت الراس تاع حركه الماك الارهابيه اللي هو فرحات مهني اللي يحب يقسم البلاد وبالادله وبالوثائق، وما كاش اللي يشكك في الوثائق. يعني سبحان الله كنتوا تدوني الحبس على الوثائق المزوره ولا وثائق موجوده. دوك الطريقه كيفاش نشرت الوثائق، كونوا شويه سوبل معنا، لانه الله كنا رافدين جبال او جبل هدايا او جبل راني نواجه في رئيس حركه ارهابيه داخل الوطن، راني نافذ ورقه تاع الاعدام ديالو، طيحته. دوك انا راني غامرت بحياتي، راني في لي ريسك. دوك كي رفدت هذيك الورقه وراني نترعش، طاحت لي في الارض، ولا ما عرفتش نرفدها، ولا ما عرفتش نقولها، ولا غلطت كاش غلطه، المفروض تكون شويه سوبل معايا، لانه ما راهوش امر سهل باش نتفاهموا. ماهوش امر سهل انك تضرب حركه الماك الارهابيه وانك تضرب ولاد الحركه، انك تكشف واحد وليد حركه. على بالك ولاد الحركه الاخرين واش يديروا؟ يقول لك كيما كشفوا هو راح يكشفنا احنا، كيما عنده مصدر منين جاب هذا الورق راه قادر يجيب مصادر اخرى. يعني كانت اليرت في البلاد وخارج البلاد، في كل مكان فيه واحد وليد حركي، كاع خافوا مني، وبالتالي كي خاف منك واش راح يدير لك؟ كونتر اتاك. دونك انايا يا حليلي الشيء اللي جوزته مع الاخر نصيب روحي مع الاخر المحامي ما قالكش، المحامي تاعي خاطيه ما على بالوش. كان المحامي الثاني اللي انا اسسته باش يبعث للمحكمه العليا هو اللي ما قاليش باللي ما دفعش المذكره، ما عيطليش، ما قاليش ما دفعتش المذكره. كي قلت له علاش ما قلتليش؟ قال لي انت ما خلصتنيش، قال لي المذكره ما يديروهاش باطل. قلت له بصح قول لي ونخلصك. دوك على باليش دوك تجيب ماسون للدار يبني لك، تجيب ماسون للدار تقول له بني لي دار، يدير لك غير لي اجور وما يديرلكش لي بوطو. تقول له على ما درتش لي بوطو الاعمده، هما الصح على ما درتليش الاعمده؟ يقول لك اعمده غاليين، عباك شحال يسقاموا؟ بصح قول لي انت مهبول، انت تبني لي غير بلي اجور، ما ديرنيش مع اعمده، حبيت تريب عليا الدار قول لي، اذا ساعدتني نقول لك دير، ما ساعدتنيش انا ما ديرليش اجور وحده، حبس وروح ولا نشوف طريقه، نشوف حل، ما على باليش نبيع حوايجي. قال لك لا لازم لك دراهم تخلص. بصح على ما قلت ليش؟ قول لي نخلص دراهم وعيب عليا لكن ما مديتلكش. والله ما قالوا لي ما دفعناش، ولا على بالي بلي ما دفعوش وما قالوا ليش شحال تسقام.
ولا على بالي شحال تسقام، ولا على بالي كاع بالحكايه هذه. انا بالنسبه لي راني مطمئن القضيه تاعي في المحكمه العليا، كو هي في حقيقه الامر لحقت للمحكمه العليا، لكن على الرجاء تخص فيها الورقه الاهم اللي هي المذكره تاع الطعن، المذكره فوالا اللي هي المذكره، انه العداله الجزائريه الطعن كي لحقها اعرج، لحقها بلا ورقه. واش يدير لك الطعن دوك المحكمه العليا لحقاتو طعن ما فيهش مذكره، يعاود يرجعها ما فيهاش مذكره. مانيش فاهم علاش طعنت، تقول هذا الحكم خاطئ. علاش خاطئ؟ ما كاش علاش خاطئ، ماكش كاتب، ماكش داير مذكره. المحكمه العليا يحليلها تعاود ترجع. لكن انا واش فهمت باللي يريدون ليس ضرب فيصل كرشوش، راهم حابين يبينوا للناس الوطنيين اللي يدخلوا روحهم في امور البلاد، هاو العبره. راهم حابين فيصل كرشوش لازم يدخل سجن ولا تصرالو حاجه باش الاخرين الناس يولوا يخافوا، باش قال ما تزيدوش تدخلوا روحكم. وهاو العبره. فيصل كرشوش انظروا دار وخدم وكذا، واش صرالو مع الاخر. دوك نتوما واش كاين تربحوا مع الاخر؟ وينوضوا كاع المراركه، وينوضوا هذوك العرايه تاع امير ديزاد وزيطوط ومنا ها ملي كاش شكام ربح وكاش كذا تعرفوا الحكايه تاعهم. هما بالنسبه لهم حنا اللي نخدموا مع بلادنا حنا هما الشكامين، وهما اللي يخدموا مع فرنسا هما مجاهدين. دوك الدنيا تبدلت كالكو بار. بكري اللي يخدم مع جبهه التحرير مجاهد، واللي يخدم مع فرنسا حركي. دوك اللي يخدم مع فرنسا هو المجاهد، واللي يخدم مع الجبهه هو الحركي. تبدلت الدنيا، فهمت لا موضه دوكا تاع 2025 كي ولاو ناس يتزوجوا في الصطاد ويخطبوا في الصطاد، كلش تبدل، الدنيا تبدلت. دوك حنا لازم نواكبوا هذا الوضع هذا. يبداو يهضروا عليكم انظروا الحركه تاع حنا الحركه اللي نخدموا مع بلادنا، انظروا كاش واحد من هادو مربح، ها ملي طاحوا واحد بواحد وراهم يطيحوهم واحد بواحد وراهم كذا، واكبرهم هاوليك. انا لو كان نطيح ماهيش سهله على المعنويات، لان قلت لكم مش حابين يضربوا فيصل كرشوش، راهم حابين يضربوا المعنويات تاع المواطن الجزائري، يشككوه في كل ما هو حوله، يعني يشككوه في كل شيء. هل راهي مبنيه على حق ام لا؟ كيف يعني انسان يشكر في عميروش يدوه للحبس؟ علاش تشكر عميروش بهذه الطريقه؟ زعما دوك انا نقولوا عميروش نحبك نموت عليك، يقول لي وين تعرفوا عميروش باش تقولوا نحبك نموت عليك؟ او صاحبك ايا اساءه للرموز الثوره ادخل للحبس. كيف هذا؟ الله يهديكم يا ناس، هذا هو الشيء اللي صرا لي انا الشيء اللي صرا لي اني شغل قلت لعميروش نحبك نموت عليك، نعشق فيك عميروش. كيفاش تقولوا نعشق فيك؟ كيفاش تقولوا نحبك؟ هيا قول فتعرفوا صاحبك صار هديه روح للحبس، الاساءه لرموز الثوره. وليك الشيء اللي صرا لي، يعني يلي ما سبيتوش شكرتو نديك للحبس. علاش شكرتو؟ تعرفوا صاحبك وفي قهوه قاعد في قهوه تشكر فيه، نحبك صاحبك هو معك في المقهى. يا ودي انا نشكر ربي في المقهى، انا كي نكون قاعد في المقهى نسقى قهوه ونشكر ربي، نقول الحمد لله والشكر لله. زعما ربي راح يحاسبني كي شكرتو في مقهى؟ سي با نورمال. شوف نقول لكم حاجه، اذا راكم حابين ديروا لنا هكا باش تنصلونا من الوطنيه ديالنا وتسلخونا من الوطنيه ديالنا، دير في بالك بلي ماشي هذا هو الشيء اللي راح ينصلني انا على الوطنيه ديالي. لان وطني ما دار لي والو، انا وطني بالعكس كبرني وردني راجل، والحمد لله دائما احمد الله عز وجل ليلا ونهارا اني جزائري، افتخر ايام افتخار بهذه البلاد هذه اللي ربي حطني فيها. الحمد لله اللي ما جيتش ماريكاني كالي عرق الناس والهنود الحمر والدنيا، الحمد لله اللي ما جيتش فرنسي اللي كالي حق الافارقه والجزائر، الحمد لله ما جيتش اسباني بريطاني، الحمد لله ما جيتش خليجي عميل حاشا اللي ما يسهلهاش، الحمد لله ما جيتش، الحمد لله جيت جزائري ماني كالي حق حتى واحد. انا بلادي طلعتني راجل، انا بلادي عمري ما ندور عليها، والرجال تاع بلادي عمري ما ندور عليهم. لكن كاينه حاجه، الانسان هنايا يبقى دائما وطني ويحب بلاده، لكن يولي يشعر باللا امان، يولي يخاف. هنا كي يخاف ويشعر باللا امان سوف يبحث عن الامان، والبحث عن الامان على بالكم
البحث عن الأمان موجود في زوج أماكن، إما السكوت وهو المدد الآمن الأول، السكوت واحد يسكت ما تدخل روحو كاع، إما ليترونجي تهرب للخارج، هذاك هو مبدأ الأمان كما يقولوا، تروح للخارج باش ما كاش خطوني. بصح إلا خرجت للخارج راهم رايحين يستغلوك في الخارج، تروح للخارج راح يستغلوك في الخارج، مستحيل زعما تطيح في الخارج في كاش بلاد تستقبلك وتريح وتشوف واحد كيما انت عنده متابعه وعنده ناس تسمع له وعنده ثقافه وعنده كذا ويسمحوا فيه، حنا يضغطوا عليك يديروا لك مشاكل حتى تخدم معاهم. وكاين جوج تخدم معاهم باينه، سب بلادك، سب الجيش تاع بلادك، سب الدوله تاع بلادك، سب هذه سب هذه، وتولي عريان كيما هما، ويعيط لك واحد الشيخ من الامارات يعطيك دراهم يخلصك. هذه هي اللي حابين يوصلونا ليها. انا شوف لو كان نعرف نلحق للخارج ونوصل ويجوا يستعملوني ضد بلادي، الدراهم اللي يكونوا في جيبي نروح نشري بهم سلاح نحطو في راسي ونموت وما نخدعش بلادي. انتحر وما نخدعش بلادي، انتحر وما نخونش بلادي.